يا هلال أهلا أهلا كيف الحال. السلام عليكم خوتي خواتاتي متتبعين قناة تجربتي. كيف ما عودتكم في هذه القناة، اليوم جبت لكم تجربتي جديدة في واحد العصير سحري من داك الشي. هذا العصير فيه فوائد بزاف، خصوصا في هذا الشهر العظيم، باش تبداو نهار الفطور ديالكم باش تقدروا تصوموا الغد ليه. هذا العصير مكون من الباربة او الشمندر والبرتقال. هاد الفوائد اللي فيه فيتامينات بي والسي، وخافض لضغط الدم، ورافع المناعة، وهاضم الطعام. كما كتشوفوا هاد العصير هذا داك الشيء، وراني وجدته غنبين لكم بالمراحل كيفاش وجدته، والمذاق ديالو رائع. خليكم معايا باش تشوفوا الجديد ديالي. كما كتشوفوا نبدأ على بركة الله. كما كتشوفوا عندنا 3 حبات من البرتقال، و4 حبات من الباربة أو الشمندر، ونصف حبة من الحامض أو الليمون الحامض. كناخدو واحد الآنية أو كوكوس، كنقطعو نحيدو النونة الفوقانية. طبعا بعد الغسل الجيد ديال الباربة أو الشمندر كنحيدوه من الجهتين، حيت الماء اللي غادي يتسلق فيه الباربة غادي نستعملوه، لابد ان يكون الماء نقي. علاش هادشي الباربة خاصها تغسل مزيان ويتحيد ليها النونات بجوجهم. كنستمر هاد العملية كاملة. كما كتشوفوا الحبات الاربع ديال الباربة او الشمندر. طبعا خصك تختاروا الحبات اللي تكون فتية، وغنقطعوا نصف حبة ديال الليمون او الحامض الى نصفين، فهو غينسم لينا مع البابا بشكل جيد. طبعا غنديروا نصف او الثلثين ديال الماء. هذيك القرعه فيها هذيك الانيه فيها اطرو ديال الماء، ما كملتهاش كما كتشوفوا، حيت بغيت نغطي غير البابا او الشمندر، نغطيه ما يبقاش يبان. من تما غنحطوه على فوق النار باش يتسلق. غادي يتسلق واحد المده ما بين نصف ساعه حتى 45 دقيقه، حتى 45 دقيقه حسب البابا والنوعيه ديالتها. كما كتشوفوا 3 حبات ديال البرتقال قمت بتقطيعهم الى نصفين، ونقوم بالعصر لتجهيز العصير. طبعا بعد العصر ديال هاد الحبات الثلاث ديال البرتقال نحطهم في آنية، وهاد الآنية غنحطوها في الثلاجة حتى تبرد. ضروري ما يكون العصير بارد باش نقدروا نديروه في الخلاط مع باربة، ونستمر هذه العملية تكبلوا جميع حبات ديال البرتقال. ما كملنا التعصير ديال البرتقال، عطانا هاد الكميه هادي كما كتشوفوا قدامكم. 3 حبات ديال البرتقال عطاتنا هاد الكميه، والبربه ديالتنا بعد السلق ديالها
كميه هذا الماء اللي ديال الباربه مفيد جدا، كنحتفظوا به. طبعا غادي نحطو في انيه ونديروه في الثلاجه باش تبرد معايا. والباربه كما كتشوفوا باقا سخونه. المعاناة باش تنقيها وهي سخونه، وهي من الاحسن تنقيها وهي سخونه باش دغيا الغشاء ديالها يتزول معنا بسهوله. الا خليتيها تبردات عاد بديتي كتزولي اكيد غيمشي لك بزاف من الباربه. من احسن نزولوها وهي سخونه، واخا السخونيه صعيبه شويه، ولكن راها مفيده، لان اصلا الفيتامينات كتكون ما بين الجلفه والحبه، هذيك مفيده جدا. من الافضل اننا نزولها وهي سخونه. كما تشوفوا معايا غادي نزولها، عاد غادي نقطعها الى قطع صغيره. بما ان حبات عندنا حبات صغيره فغنقطعها الى 4 قطع، وغادي نحطها في انيه وندخلها الثلاجه باش تبرد. وطبعا الماء ديال الباربه كذلك نحطه في انيه ندخلو الثلاجه باش يبرد. خليكم معايا. كما كتشوفوا معايا بعد ما برد جميع المكونات ديالي من كاس ديال الماء ديال الباربه، وكذلك قطع ديال الباربه وعصير البرتقال. معايا هنايا ملعقه ونصف ديال السكر حبيبات. كنجيبوا الخلاط ديالنا، المكونات خصهم يكونوا كلهم باردين. نجيبوا الخلاط ديالنا نديرو فيه، نضع فيه قطع ديال الباربه، ونضيف ليه سكر حبيبات اللي هي ملعقه ونصف حسب الذوق. تقدر نتوما ديروا تزيدوا اكثر او تنقصوا. انا هاد الكميه هذه كتجيني مزيانه. طبعا غنزيدوا عصير ديال الليمون او البرتقال. بالنسبه للماء ديال الباربه ما غاديش نخوي جميع الكميه، غادي ناخذ فقط ثلث ديال هاد العصير. انا جابني هنايا كاس، ناخذ فقط الثلث. تنشوف العصير ديالنا واش كان، لا كان عاقد ثقيل غادي نزيد باقي الكميه، لا كان مزيان بلا ما نزيد. غادي نضرب كلشي في الخلاط وغادي نشوف معايا واش نقدر نزيد مازال ما تبقى من الماء الباربه. معاقد يعني مازال خاصني نزيد باقي الكميه. غنخويه كامل ونعاود نضربه في الخلاط. العصير ديالنا راه واجد، غتشوفوا معايا كيفاش كينزل السائل من داكشي، كيخرج معايا من داكشي. شوفوا من بعد ملي درنا ضربنا العصير في الخلاط كما كتشوفوا شحال درت لنا من الكميه.
بدات عمرت لنا لتر ديال الماء، ومازال بقى لنا شويه في القاع ديال الخلاط، يعني من 4 حبات ديال البربه و3 حبات ديال البرتقال قدر يخرج لنا هذه الكميه هذه. ان شاء الله يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله تجربوا هذا العصير في المنازل ديالكم وتشربوه قبل الافطار، فهو مفيد جدا وبالصحه والراحه. وشكرا على المتابعه، وما تنساوش تضغطوا على اللايك وتضغطوا على زر ابوني وتفعلوا الجرس لننتظر كل جديد.